مرحبا بكم مجددا من قلب قناة المرآة تي 24 عبر أشير يوتيوب، والتي رحلت إلى مدينة الدار البيضاء لملاقاة كما عودناكم الشخصية الكبيرة الفادة أبراهام أفيزيمير، الذي كان لنا له سبق صحفي من قلب إسرائيل للتعريف به وبالمهام التي يقوم بها، وكذلك بقلب مدينة مكناس ومدن أخرى، وكذلك بقلب غرفة الصناعة التقليدية، زيارته المتكررة إلى المغرب، وكذلك زيارة عدة مدن من أجل عدة مهام. لكن اليوم أتينا إلى مدينة الدار البيضاء، وخاصة بقلب منزل عقر داره السيد أبراهام أفيزيمير. مرحبا سيد أفيزيمير. مرحبتين، صباح الخير سيد أفيزيمير. تعال سيد أفيزيمير، اليوم غنقدم لكم واحد المنتوج قيم الذي أعده للمملكة المغربية، وأرحنا له خلال الفيديو الأول للتعريف به من قلب إسرائيل. أعد لنا كتيب كما تلاحظون. هذا الكتيب هو بمثابة منشور للتعريف بالمملكة المغربية بالعبرية، وكما تلاحظون، وسنقوم بالتعريف بجميع الصور الذي أعدها لنا السيد أبراهام أفيزيمير كما تلاحظون. فالسيد أبراهام أفيزيمير سيتحدث لنا عن هذا المنتوج القيم، وهو كتاب ومجلد أعده للمملكة المغربية. مرحبا سيد أفيزيمير. مرحبتين. بغيناك تعطينا صورة كبيرة عن زيارتك المتكررة للمملكة المغربية. وانت كيهودي مغربي كتحب المملكة المغربية بحكم الجذور ديالك كلها من المملكة المغربية، بحكم الوالدة ديالك الله يرحمها والأب ديالك، وكذلك كيفاش استطعتي على أنك تنشر هذا الكتيب وهو بمثابة جزء السبعة ديال الكتيبات أو أكثر. أعطينا هذا اللي قلتي ابراهام يحيى الافيزيمير. انا تلديت هنا في الدار البيضاء، وكيف اللي قلتي الوالدين ديالي توما تزادوا هنا في المغرب. الوالد في الزاويه سيدي رحال، والوالده في السكوره، ومن هي عايشين هنا شي 2600 سنه. جدودنا في المغرب، وانا كتبت 7 كتابات كاملين على المغرب وعلى يهود اللي كانوا ساكنين في المغرب. التاريخ ديالنا هنا في المغرب 2600 سنه اللي احنا عايشين هنا، والدين جدودنا. ونقول لك انا دابا في الدار البيضاء، واختي مدفونه هنا. عندي اختي عايشه مدفونه هنا، وعندي خي تا هو مدفون في المعرة القديمه، وهي مدفونه في المعرة الجديده في البلمسيك. هي ما يمكنش لينا نقولوا مغرب بعيده علينا، لا هي قريبه. حنا عايشين لهي، جايين لهنا علاش؟ كاين المحبه، كاين العلاقه كبيره بين يهود مغاربه المغرب مع الشعب المغربي، مع
الملك المغرب مع بوه مولاي حسن الثاني الله يرحمه، ومع جدو مولاي محمد الخامس الله يرحمه، اللي دار لنا خير كثير بزاف اليهود المغاربه. سيد ابي زمان، انت بقلب دارك عطيتينا واحد المحبه كبيره كتبغي المغرب، وعطيتينا التاريخ ديالك والجذور ديالك، ومن بعد غادي تحاول ما امكن من قلب الدار البيضاء انتقلوا لقلب الدار البيضاء وبجنب البحر او هذا، باش تعرفنا بهذه المنتوجات اللي قمتي بهم، هذه الكتيبات. شكرا من قلب ابراهيم ابي زمان المنزل ديالك. الجزء الثاني غننتقلوا لقلب الدار البيضاء ونديروا واحد الجوله استطلاعيه. وشكرا سيد ابي زمان. أبي زمير من قلب الدار البيضاء، بعد ما في عقر دارو خدينا واحد المعلومات القيمة على كيف كانوا الوالدين ديالو وعلاقته مع الآباء ديالو اللي تخلقوا بالمغرب. دابا غنكملوا المعلومات الكافية على الكتاب اللي نزلتي على المملكة المغربية مؤخرا، وشكون اللي تعاون معاه باش يساعدك في إنجاز هذه الكتيبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا في الدار البيضاء، بلدان اللي انا تزاديت فيها، وانا فرحان اللي جيت. انا تنكمل دابا شي دي سومين هنا في الدار البيضاء، كاع ما خرجت منها، وانا تنتشرها وتنفرح في المدينه القديمه وفي الساحه محمد الخامس، ودابا حنا في الساحه الامم المتحده. هي بلاصه انا فرحان بها. اللي كاين انا 32 عام اللي انا جاي المغرب، وفي هذا الوقت هذا عارف اش كاين هنا في المغرب. 70% في العام انا عايش هنا، عارف الناس، تعرفت مع برلمانتير، تعرفت مع رئيس لحزب العمل، معايا بزاف الناس اللي هما عارفين وما عارفين معايا، مثلا اندريا زوراي. مهم في هذا الوقت ده 32 عام انا كتبت 7 كتابات. الاول في 1993 هذا هو الاول، والاخر في 2022. هذه الكتابات كاملين تيهضروا على المغرب، تاريخ المغرب، الجيوغرافي المغرب، جيد للمغرب الى جايين السياحيين. مثلا فرنساويين عندهم في الفرنسي، انجليزيين عندهم في الانجلي، وكاين بالعبريه هي. هادو 3 قيادات. وكاين الكتاب اللي خرج بالفورمات الالبوم اللي هو تيهضر على التاريخ ديال اليهود مغاربه اللي ساكنين في المغرب 2600 سنه قريبا. هذه هي المعلومات. لا، وهاد الكتيبات واش تعاون معك في شي حد في البحث ديالهم ولا هي بوحدك؟ ماشي بوحدي، معلوم. تعاونت مع شي ناس. انا تعلمت التاريخ المغرب، الهستوريا في الأونيفرسيتي في تل أبيب. هي حاجة مهمة اللي انت تتعلم في الأونيفرسيتي العبرية على التاريخ للدولة العربية. وانا اخترت نتعلم على دولة اللي انا تزاديت فيها، المغرب، اللي هي عزيزة عليا وعزيزة على يهود مغاربة كاملين، وديما هي فوق راسنا. هذه. وبالنسبه لك دابا كتبتي مكتوبه على المملكه المغربيه، واش ما كتفكر تكتب على التاريخ ديال يهود المغرب في المملكه المغربيه مستقبلا؟ هذه حاجه مهمه، معلوم. انا يهودي، حاجه الاولى. حاجه الثانيه انا مغربي. حاجه الثالثه المغرب عزيزه عليا.
معلوم لي الا كتبت شي حاجه كتب على حاجه اللي انا كاينه في دماغي ديما، ولا انا نحلم هي في العربيه، هي انتنا مغربي فهمتي، ديما تنقول له الا تتحلم في اللغه هي فوق راسك، والدوله اللي هي فوق راسنا هي مغرب. بالنسبه لهذيك الكتوبه اللي كتبتي، واش كيتواجدوا الحال في المكتبه الوطنيه في الرباط؟ وي كاينين كتابات كاملين، كاينين خاص كتاب واحد، وان شاء الله هاد الايامات الا ممكن ليا انا ندي هاد الكتاب الاخراني ونديه لهنا. عندي علاقه مع مدير العام في هذا المتحف هناك. وبالنسبه ما كنظنش بانه الشعب المغربي الاكثريه ديالو كيهضر باللغه العربيه، ما كتفكرش تكتب شي كتيبات بالعربيه باش كل شيء عارف ابراهام افيزيمير في كيف فكر وانه كيحب المملكه المغربيه، وانه دار بحث كبير على البلاد ديالو. كتابات ديالي كاملين دايرين في العبريه، فرونسي وانجلي. بالعربيه حتى دابا ما درناهاش. ممكن انا مره تنشوف شي ناس هنا في المغرب، وانا نسولو الا ممكن نديرو شي كوبريت بيناتنا، شي علاقه، ونخرجوا هذا الكتاب واحد اللي تيهضر على التاريخ ديال اليهود هنا في المغرب. الى اعطانا الله نديروها حتى هي ويكون كتاب بالعربيه، والناس هنا في المغرب يفهموا التاريخ اللي كاينه هنا في المغرب. مره تنهضر مع شي ناس وكاع ما عارفينش اللي حنا عايشين هنا 2600 سنه. جينا مع البربر هنا لهذه المنطقه. بالنسبه للبرامج ديالك غتكون في المستقبل، شي برامج ديالك في المغرب؟ شوف، معايا من 1993 حتى دابا جاو شي 30,000 سياحيين، ومعلوم ديما عندهم بروغرام، عنده برنامج، وحنا تنديروا البلدان الكبار كاملين. حنا ماشيين بحال الاوروبيين اللي 3 ايام ولا 4 ايام، حنا جايين 14 اليامات مينيموم، وزايدين حتى 21 ولا 25 اليامات في المغرب. وتنديروا كازا، وتنديروا لاكوت كامل حتى الاكادير، تنمشيو لازيمور، تنمشيو لاسفي، تنمشيو والديه، تنمشيو لإساويرة، ومن هناك تنمشيو لتارودان، وتنمشيو من هناك لتزنخت وورزازات، من هناك لأرفود، تنديرو ريساني، تنديرو الجمل صولي هناك، من هناك لأرشادية، من أرشادية ماشيين الفاس، مكناس مراكش رابا كازا. هذه برنامج واحد. وكاينين اللي حنا طالعين للشمال وتنديروا كازا، رابا، طنجة، ونمشيو من هناك لحسيمة وسعيدية، نادور، نكملوا مع أرفود، ريستاني، تندوزوا ترك الحدود دي الجزائر، ومن هناك تنكملوا بحال ديرنا قبيله ورزازات، زاكورة، تزناخ، اكادير، وطالعين طريق إساويرة، اسفي، الجديده، دار البيت.